واحد قاعد بالليل ماسك الموبايل وعمال يبص انستجرام، فيس، تيك توك، عمال يشوف الناس. واحد اتجوز، واحد اشترى عربية، واحد سافر، واحد عمل مشروع جديد، واحد بيعد فلوس. هيلاقي كل الحاجات اللي تخليه يقعد يفكر. الحاجات دي يحصل له حاجة من اتنين. الحاجات دي يا تحفزه يا تحبطه. في الأول ممكن تحفزه، يلا قوم وتحرك ويبدأ يبقى في حالة نشاط. بعد كده ممكن تحبطه. طب ليه تحبطه؟ لأنه بيقيس حياته على حياة حد تاني غيره. ما يعرفش الظروف هي الظروف، ولا الحالة هي نفس الحالة، ولا التربية هي نفس التربية، ولا النشأة هي نفس النشأة، ولا كل المتغيرات اللي في حياته هي نفس المتغيرات اللي في حياتك. فما ينفعش تقيس نفسك على حياة أي حد. طب نعمل إيه؟ واحد، تشوف حياتك من غير فلتر حد تاني. شوف حياتك الحقيقية، نفسك. 2، تبدأ تعتمد ان انت تطور شخصيتك، تطور معلوماتك، تركز في مجال واحد بس، تحط فيه وقت ومجهود، وبعد شوية هتلاقي نفسك في المجال ده بقيت قادر وقوي جدا جدا. ناخد مجال مثلا من ضمن المجالات، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي لما بنقعد نسمع الناس بحيث ان احنا ما نعرفش حاجة، بس لو انت قعدت اتفرجت على شوية فيديوهات وحضرت شوية كورسات اونلاين وببلاش، هتلاقي نفسك بقى عندك علم بعد كده تعمل منه فلوس. انت معكش فلوس؟ بمنتهى البساطة جدا، شوف واحد شاركه او 2 أو 3، كل واحد يبقى كام سهم وتبدأ تعمل مشروع. البداية مش لازم كل حاجة يبقى لوحدك. طبعا انا زمان كنت دايما انا كمان بقول كده، انه ما ينفعش يبقى لك شركة والشراكة كلها مش عارف كذا، لكن اصلا العالم كله قايم على الشراكات. الشركات الكبيرة كلها قايمة على الاسهم. مش عيب ان انت تلجأ لحد يساعدك او يشاركك في فكرتك. لو عندك فكرة هو عنده فلوس تقدروا تمشوا سوا. لو انت استفدت قول لي استفدت ايه. لو انت عاوزني اكلمك في حاجة تانية ابعت لي.